السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة من ميدو الملاعب. لو مصدق حاول واتعب وكافح، اعمل كل اللي عليك واكتر. لما تبقى مصدق اشتغل للآخر هتوصل، بس مهم يكون عندك يقين انك هتحقق حلمك، وكمل شغل. ومهما تأخر وقت الحلم لازم في الآخر توصله وتحققه زي ما انت عايز مادام كنت مصدق. كاس اوروبا 2024 اللي خلصت امبارح في المانيا بفوز اسبانيا بالبطولة بتدينا اكبر دليل على ده، بتدينا دليل واضح على ده. ليه؟ لان انا لما بص، انا امبارح مثلا يعني ماتش امبارح كان في انجلترا واسبانيا، الحلم كان موجود عند انجلترا برضو زي ما كان موجود عند الاسبان، لكن المشكلة اللي ظهرت مشكلة نفسية، ان الصحافة الانجليزية بتحط ضغط عصبي على الفريق اسمه فوتبول باك هوم، الكورة رجعت لموطنها او لبيتها. ده بيحط ضغط على لعيبة انجلترا، فبتلاقي انجلترا حتى ما بتقرب قوي من الحلم ده فجأة الحلم بيبوظ وبيضيع زي ماتش امبارح. يمكن ناس كتير بتنتقد ساوث جيت، انا مش معاهم. انا شايف ساوث جيت بارقامه مدرب كويس، مدرب مش وحش وعنده ارقام عظيمه، لكن هي الفكره كلها زي ما قلت نفسيه. ساوث جيت ما عرفش يتعامل مع الضغط النفسي صح، ما عرفش يشيل الضغط النفسي من على لعيبته كويس. فانجلترا امبارح الماتش واضح جدا انه ضاع على المستوى الذهني مش على المستوى الفني، بصرف النظر انه اسبانيا كورتها اعلى كتير. طب ما تيجوا نبص على اسبانيا كده. منتخب اسبانيا، اي حد هيتكلم معايا في الكوره دلوقتي وهتيجي سيره منتخب اسبانيا هيتكلم على مين؟ ايوه، قول حضرتك وحضرتك صح، الله ينور، لامين يامال. لا، انا هتكلم على دالا فوينتي، المدير الفني لمنتخب اسبانيا، مدير مشروع حقيقي. ليه؟ لان انا ما هاجي ابص على ديلا فوينتي، اولا اتحاد اسبانيا احسن الاختيار لانك جايب مدرب او مدير كسب يورو تحت 21 سنة، يورو تحت 19 سنة، اشتغل مع شباب صغير مع لعيبة صغيرة، يبقى هو عنده قدرة ومهارة وصنعة بناء فريق يعمل فرقة جديدة. هو عنده دي لانه هو اشتغل مع فرق شباب او منتخبات شباب، فعنده دي. فهو لما جاله لعيبة صغيرة عرف يظهرهم نجوم كبار. اذا كنا بنتكلم على لامين يامال، طبعا يعني لامين يامال حاجة عظيمة جدا الصراحة، او لامين جمال يعني ايا ما يكون عايزين تقولوها. نيكو ويليامز ده حكاية فنية في الكورة. يعني نيكو ويليامز مش عادي، يعني نيكو ويليامز فعلا حكاية حلوة قوي. اولمو اللي هو انا بقى مظلوم خلال الحلقة، طبعا هشوف الشغل ده، انا مجرد بقول اسماء كده عشان وقت الحلقة كويس. ده شغل مدير فني، ده شغل مدير المشروع. ليه؟ لانه صدق الحلم من الاول، من وهو بيجهز الفرقة لليورو في الماتشات الودية. هو بيجهز بطل، مش بيجهز فرقة تدخل تلعب يورو، لا، هو بيجهز بطل. هو عايز يعمل فرقة، عايز يعمل فريق يكون بطل اوروبا، وده ظهر في كل ماتشات اسبانيا في البطولة. يعني ناخد من ماتش، لانه اسبانيا برضو في الماتشات في البطولة اتعرضت لظروف، يعني خد من ماتش دور 16 جورجيا
لما يجي فيك جون من فرقه اقل منك في اول 4 دقائق او 7 دقائق وتبقى مغلوب 1-0، وبعدين الفرقه دي تبتدي تتجرأ وتروح عليك، الفرقه ما تهزتش. ايه اللي ما خلاش اسبانيا تتهز؟ انه في حلم احنا مصدقينه وعايزين نوصل، مهما كان الثمن احنا عايزين نوصل. السيناريو الاصعب من كده المانيا لما تتعادل في الدقيقه 89 تقريبا في ملعبها وجمهورها وبكل الطموح الالماني ان هم يرجعوا يكسبوا تاني بطولات وكده بعد الغيبه، واسبانيا برضو بنفس الثبات الانفعالي وتخلص الماتش في الوقت الاضافي بالجون بتاع مايكل ميرينو. ده ليه؟ لانه هم عندهم اليقين انهم يكسبوا البطولة، عنده اليقين انه هيحقق اللقب. كويس؟ وده اللي فرق مع اسبانيا. بتشوف ده في لعيبة في المنتخب الاسباني، وبتشوف شغل لافوينتي في هنا تغييراته. يعني انا اقول لكم احصائيه، مفيش تغيير عمله لافوينتي ما فرقش في ماتش. يعني مايكل ميرينو واولمو الاثنين نزلوا في ماتش المانيا، اولمو جاب جون وصنع جون، وميرينو جاب الجون الثاني اللي صعدت بيه اسبانيا. ماتش فرنسا اولمو كان طبعا لعب مكان بيدري، خلاص بدأ الماتش، جاب الجون الثاني اللي صعدت بيه اسبانيا. كويس؟ ماتش امبارح اويرازابال، ده الجون الثاني بتاع اسبانيا، ده حكايه. يعني اويرازابال بيعمل الكوره، اولا الكوره من اولها، بس اويرازابال بيعمل الكوره، بيحط كوره ويجري علشان ياخد الكوره ويحطها، او يجري يدخل منطقه الجزاء. ده معناه ايه؟ ده معناه ان في مدير فني جهز الفرقه كلها زي بعض. عشان كده بقول لكم كل التغييرات اللي اتعملت في اسبانيا كانت ناجحه وكانت اضافه وكانت ادد فاليو للفريق، فعلا فرقت في ماتشات اسبانيا. مش عايز ارجع انا بقى الماتشات الدور الاول كمان، بس احنا بنتكلم بس في الماتشات اللي هو من دور الثمانية لحد النهائي. فرقوا. طيب ايه اللي بيفرق بقى في حتة ان انت تكون مقتنع داخليا ان انت هتوصل وان انت هتنجز؟ ايه دي حاجة بتفرق في ايه؟ في الحماس بتاعك في الملعب. انا نازل اكسب، انا هعمل كل حاجة علشان اكسب، زي ما قلت انا في المقدمة، تعمل اللي عليك واكتر من اللي عليك كمان علشان تكسب. ليه؟ لان انت مقتنع، انت من جواك الحاجة دي كامنة فيك، فبتنعكس عليك في الملعب. وبالمناسبة ده حاجة عامة في شغلنا كلنا، احساسك الداخلي الكامن جواك بينعكس عليك في شغلك. تشوف ده في اولمو، الكرة اللي في الاخر دي كرة بطولة، الكرة اللي هو اولمو شالها من على الخط دي كرة بطولة. الحماس اللي كان عند اولمو غير طبيعي بعد الكرة دي. طب اقول لكم على لقطة تانية مهم، موراتا وهو بيتغير، كابتن خارج، شفته راح بيسلم على لامين يامال وبيحفزه، بيسلم على كارباخال وبيحمسه، بيسلم على اولمو قاعد بيحمسه. فدي الروح العامة في الفريق. حاجة مهمة برضو لافوينتي عملها، وهنا تشوف برضو مدير فني قوي، هو جه عايز يستعيد بقى شخصية الكرة الاسبانية. اسبانيا بتلعب كرة حلوة، بتحط كرة على الارض وكده، بس العناصر دي مش هتخليك تعمل التيكي تاكا بتاعت زمان، بتاعت 2010 و2012 وكده فعمل ايه؟ عمل ميكس حلو بين التيكي تاكا والواقعية. يعني هو بعد الجون التاني في فرنسا مثلا، الشوط التاني كله تقريبا اسبانيا بتلعب بواقعية، كاتش الكورة الحلوة الساحرة بتلعب بواقعية. كويس؟
امبارح الى حد كبير في فترة من فترات الماتش كان في واقعية في اللعب. ده ليه؟ او ده معناه ايه؟ ده معناه ان هو كمدير فني عرف يستخدم كل حاجة صح في الوقت الصح. الوقت ده عايز كرة حلوة، هنلعب كرة حلوة. والوقت ده عايز شوية ايه، هدوء كده في اللعب، ومش لازم الكرة حلوة، المهم تعدي الفترة دي. فبنعدي الفترة دي، بالتالي انت عرفت تعمل كل حاجة في وقتها الصح. هنا احنا بنتكلم على فعلا ديلافوينتي، حاجة عظيمة. انا يعني مبسوط جدا بيه. وصراحة يعني نفسي بقى اتحادات الكورة في الوطن العربي تبتدي تفكر صح وهي بتجيب مدربين للمنتخبات بتاعتنا. وكفاية عك يعني. فطبعا يورو كانت حلوة، واليورو خلصت و... وانا على المستوى الشخصي استمتعت جدا باليورو، واستمتعت معاكم اساسا باليورو وكده. فاليورو هتسيب لي فراغ يعني. وان شاء الله هنرجع جمعة واثنين زي ما كنا قبل اليورو ما تبدأ، وخلاص يعني طبيعي البرنامج. وفلتحيا فلسطين، فلتحيا فلسطين، فلتحيا فلسطين. ربنا يحفظ فلسطين ويحفظ لبنان، ربنا ينصر فلسطين ويحفظ امهاتنا وابائنا، بناتنا واولادنا، اخواتنا واخواتنا. ربنا ينصر المقاومه الفلسطينيه ويسدد رميها على كيان المرتزقه المجرم القاتل الغاصب للارض من 76 سنه. فلسطين واهلنا في فلسطين هم اطهر شرف الامه العربيه. كده اكون وصلت معاكم لاخر الحلقه. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، واتمنى يكون موضوعنا لاعجابكم، واترككم في رعايه الله وامنه وحفظه وسلامته. على نلقاكم في حلقه جديده من ميدو الملاعب. عاش العرب، كل العرب. عاشت فلسطين حره عربيه ابيه، بكل العرب ولكل العرب.